صباح الخير، يلا نعمل مع بعض النهارده مكرونه بالفراخ اللي هي نجريسكو. معايا هنا معلقتين سمنه، هضيف عليهم بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، وهبدا اشوح البصله لحد ما تدبل. بعد كده هنزل بصدر فرخه متقطع مكعبات، وبعد ما يتشوح كويس هضيف فلفل اخضر والوان. هقلبهم مع بعض شويه على النار. بعد كده هبدا اضيف البهارات: ملح وفلفل وكاري وبابريكا وسبع بهارات، معلقه صغيره من كل حاجه. بعد كده هغطي الفراخ عشان تستوي، وانا هنا ما بضيفش ميه خالص، بعتمد على الميه اللي بتنزل من الفراخ والفلفل. في الوقت ده هبدا اسلق المكرونه. معايا هنا كيس سباكيتي اي نوع احنا بنحبه. هنسلقه طبعا في ميه مغليه وملح، وممكن نضيف زيت لو شاكين ان المكرونه ممكن تعجن. زي ما احنا شايفين هنا الفراخ نزلت السوائل بتاعتها وامتصتها كلها تاني. نستنى لحد ما يبقاش فيه سوائل خالص، نطفي على الفراخ. تمام. نبدا بقى نجهز البشاميل. معايا هنا 5 معالق من الدقيق، هضيف زيهم سمنة او ميكس سمنة وزيت حسب ما احنا بنحب، ونبدأ نحمر الدقيق. في الوقت ده هتكون المكرونة استوت زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا ما بنسيبهاش وقت طويل على النار عشان ما تعجنش. بنصفيها بعد ما بتبقى استوت بنسبة 90%. الدقيق عندي هنا اتحمر، ضفت له لتر من الحليب. طبعا بنقلبه كويس، وبحب اضيف انا مع الحليب شوربه، كان عندي مج شوربه في التلاجة ضفته. بنضيف ملح وفلفل. لو في عندنا اي نوع جبنه كريمي او مثلثات ممكن نضيف، ممكن لو جبنه رومي مبشوره نضيفها. اي نوع من الجبن بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. نبدأ ناخد جزء من البشاميل نخلطه مع المكرونة ونقلبه كويس، ونحط جزء في الصينية من تحت، وبعد كده بنضيف عليه الفراخ. هي نفس طريقة المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة يعني، بس بصراحة والله يعني بالفراخ طعمها أحلى كتير. بعد كده هناخد الجزء التاني من المكرونة، نضيف عليه برضو بشاميل، ونكمل الطبقات بتاعتنا. ممكن طبعا تتعمل بأي نوع مكرونة، مش لازم سباكيتي أو شرايط، أي نوع مكرونة متوفرة يعني. بعد كده بضيف جبنة موتزاريلا طبعا لو متوفرة عندنا، لو مش متوفرة مفيش مشكلة. انا هنا بحب اضيف الموتزاريلا تحت البشاميل مش فوقه. لان اوقات كتير بتبقى انواع الجبنة مش حلوة وبتنشف على الوش، فلما بضيفها تحت البشاميل بتكون نتيجتها احلى. اي نوع مكرونة تعملوه وعايزين تحطوا على الوش موتزاريلا، ضيفوه تحت البشاميل مش فوقه. بعد كده بتدخل في الفرن حوالي ربع ساعة وتحت الشواية، وبتبقى هي اساسا طبعا كل المكونات بتاعتها مستوية، فما بتحتاجش وقت. ممكن كمان نقدمها بطريقة اقتصادية اكتر، لو احنا مش حابين يكون فيها بشاميل نعمل مكرونة سباكيتي بالصلصة عادي جدا، ونعمل الفراخ بنفس الطريقة ونحطها فوق الوش على المكرونة، بتدي طعم جميل جدا برضو. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبألف صحة وهنا.